اللي يخليك تنزل مثلا 20,000 طائر بسقايات جامبو؟ يا عم 5000 طائر في عنبر مجهز كويس، سقايات نبل كويسة أحدث التكنولوجيا، تكسب من 5000 أحسن ما تخسر من 20,000. الفكرة مش في كتر العدد. اللي بيحصل يا شباب إن البكتيريا الضارة لما بتتكاثر في أمعاء الطائر بتأخذ مكان البكتيريا النافعة اللي بتهضم العلف، فكلما زادت البكتيريا النافعة كلما حسن استغلال العلف، لكن كلما زادت البكتيريا الضارة كلما زادت الإسهالات وتم فقد كمية كبيرة من قيمة العلف اللي هو جاي بفلوس. يعني انت لما يحصل إسهالات للطائر اعتبر ان فلوسك بتقع على الارض. طيب ايه علاقه الموضوع بخط النبل او السقايات الجامبو؟ اللي بيحصل بقى يا شباب ان خط النبل بيكون دايما نظيف، اكثر نظافه من السقايات الجامبو. حضرتك لو لاحظت السقايات الجامبو عباره عن بركه بكتيريا، الطيور راحة جاية بتجري في المزرعة بتبدأ تلوث حرف السقاية الجامبو، بيقع فيها سبلة، فتجد ان السقاية الجامبو اصبحت زي ما قلت لحضرتك عبارة عن مستنقع للبكتيريا الضارة. اذا البكتيريا الضارة اللي بتنزل من خلال السقاية الجامبو دي بتخش امعاء الفرخة، بتحل محل البكتيريا النافعة اللي بتهضم العلف. كمان ما تنساش ان الكوكسيديا ممكن تنشط، لان غالبا اللي بيركب سقاية جامبو بيركب علافات يدوي، فبرضه العلف بيقع في العلافات، فتبص تلاقي العلافات مستنقع للكوكسيديا والسقايات الجامبو مستنقع للبكتيريا الضاره. هي دي الفكره، ان انت لما بتشتغل صح وتجيب علافات اوتوماتيك محترمه وخط نبل حديث على احدث الطرق الفنيه، تبص تلاقي نفسك على مدار السنه وفرت مشاكل واسهالات ومعدل تحويل كويس، وده غير النافق. فالصح هو اللي بيمشي او هو اللي بيعيش، او زي ما كنت انا بقول دايما اهم من العمل ضبط العمل. اللي يخليك تنزل مثلا 20,000 طائر بسقايات جامبو؟ يا عم 5000 طائر في عنبر مجهز كويس، سقايات نبل كويسة احدث التكنولوجيا، تكسب من 5000 احسن ما تخسر من 20,000. الفكرة مش في كتر العدد. مهم علشان ما اضيعش وقت حضراتكم نرجع لموضوعنا. يبقى انا لما هركب خط نبل هحافظ على ان الفراخ دايما تكون امعائها نظيفة، وبالتالي لو حطيت خميرة حية هتجيب نتيجة. يعني الخميرة الحية اللي احنا بنشتريها دي واللي انا دايما بقوصي بيها مع الاحماض العضوية او الخل، لو انا حطيتها في بيئة ملوثة مش هتحس بفرق، لان في بكتيريا ضارة هي عايشة في الامعاء. علشان تجيب نتيجة لازم يكون الامعاء كويسة سليمة. فالخط النبل ده بيساعدك ان دايما تكون امعاء الطائر نظيفة، وبالتالي البكتيريا النافعة او الخميرة الحية بتجيب نتيجة معاك كويس. علشان كده في حالة لما تكون بتربي في سقايات جامبو وعايز تنزل خميرة، او سقايات يدوي وعايز تنزل خميرة حية، لازم تدي مضاد حيوي الاول. ليه بقى؟ زي ما قلت قبل كده، علشان المضاد الحيوي هينزل يدمر لك كل البكتيريا الضاره ويوسع السكه. وسع يا عم السكه انت وهو البكتيريا الضاره دي، علشان البكتيريا النافعه اللي هي الخميره تنزل تسكن في امعاء الطائر وتبدا ان هي تحل محل البكتيريا الضاره. فلازم تموت البكتيريا الضاره الاول من خلال المضاد الحيوي. اما في حاله النبل زي ما قلت لحضرتك امعاء الطائر نظيفه، تقدر انك تحط الخميره يعني وقت ما تحب، طول ما فيش اسهالات وما فيش مشاكل، تشعر ان الفراخ مستعده انها تاخد اي دواء هيجيب معاها نتيجه.